خلاص رفع العرض المالي ل 900,000 دولار، وإن شاء الله الصفقة تحسم خلال الساعات اللي جاية، تقريبا خلال 48 ساعة اللي جايين إن شاء الله الصفقة بتاعت جندوزي تحسم ويكون لاعبا في نادي الزمالك. دي الصفقات اللي الزمالك بيتحرك فيها بعد عودة محمود شبانة. الزمالك كمان زي ما قلت امبارح، الزمالك بعت وفد الإسكندرية عشان يقطع إعارة محمود علاء، واللاعب عنده رغبة جديدة زي ما قلت إن هو يرجع نادي الزمالك مرة تانية، خصوصا بعد رحيل فيريرا وكمان غياب الونش. على ذكر الونش إن شاء الله هيرجع لتدريبات الزمالك خلال 10 أيام، هو في المرحلة الأخيرة من التأهيل اللي هو بيعمله في قطر. نتمنى له طبعا كل التوفيق، لأن ونش من أفضل المدافعين في مصر وأفريقيا، وكان فارق مع الزمالك بشكل كبير الموسم اللي فات، فنتمنى له إن هو يرجع وأثر على دفاع الزمالك الموسم الحالي. كنا نتمنى إن احنا نتماسك شوية حتى عودة المصابين، حتى إن الزمالك يدعم بصفقات في يناير، ورغم كل دوت احنا ضيعنا، يعني كان عندنا صفقات سهلة ممكن نخلصها من بدري، ضيعنا كام بطولة خصوصا في ملف الصفقات. الأهلي كل قيد لازم يدعم، حتى لو مش محتاج تدعيم هو بيدعم. الأهلي دلوقتي عنده 3 فرق، أنت عندك نقص في الملعب، في الفريق ال 11 اللي بيلعبوا أنت عندك نقص فيهم. تعال بص على الدكة، هتلاقي الدكة بتاعتك أضعف من دكة فيوتشر، من دكة بيراميدز، فأنت إزاي هتنافس باللعبة ديت في بطولة دوري فيها فيوتشر وبيراميدز، فيها كل الفرق بتنافس بشراسة وقوة، وعاوز كمان تشارك تنافس في بطولة أفريقيا، خصوصا إن سان داونز صار في الموسم الحالي. سان داونز فريق صعب، فريق كبير، وده هتشوفوه في ماتشات الأهلي مع سان داونز في دوري المجموعات. كنا نتمنى من إدارة الزمالك إنها تكون عارفة ده، مش فيريرا اللي هيعمل من الفسيخ شربات زي كل مرة. كنا نتمنى التدعيمات والصفقات خصوصا الأجانب يكونوا 5 محترفين في الملعب، 5 محترفين استفدت فيهم بالملعب، مش 5 محترفين بياخدوا بالدولار وقاعدين على الدكة أنا ما استفدتش منهم أي حاجة. يعني أنا مش فاهم فيه بالظبط. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد عن نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله.